السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى كده معانا وصفة للفسيخ. يلا بقى نشوفها بتكاتها بحركاتها ونبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. نغسل السمك. بصوا بقى يا جماعة، انا عايزة ايه اقول لكم معلومة مبدئيا كده. ده بوري، ماشي؟ عرفت ازاي اللي هو بوري؟ في بوري وفي طبار. اللي ما يعرفش يا جماعة، البوري شايفين هنا ايه؟ بصوا الراس من هنا كده 3 قراريط دول، ماشي؟ بتبص تلاقي ايه؟ الراس الطول بتاعها قصير، وعريضة بقى ايه من هنا كده. لكن الطباق بتلاقيه بقى طويل من هنا كده، وبتلاقيه قيراط واحد او ايه صباع واحد. فنخلي بالنا بقى من المعلومة دي، لان هو البوري للفسيخ والفسيخ للبوري. يعني هو الطباق ما بيقولش لا، بس هو الاحسن يعني اللي هو الايه البوري. كمل بقى كده غسيل. امسك بقى كده ايه، نضف الخياشيم اهو يا جماعه، عشان ايه الطينه اللي بتبقى فيها، ومثلا إيه اي حاجه قشره اي حاجه اهي بننضف كويس. بصوا انا حاطه هنا ايه، حاطه هنا مصفى، بس لو نزل اي حاجه تنزل في المصفى، ما تنزلش في الحوض ايه تسد. هننزل بقى كده الحاجات. خلاص بقى كده السمكه ما شاء الله بقت نظيفه زي الفل. ناخدها بقى كده. الطريقه دي بالطريقه اللي هي من الراس، نوقفها على راسها كده. مثلا انا قلت ايه، احنا دلوقتي بالليل، الصبح بقى نشتغل بقى على الوصفه ونشوف هنعملها ازاي. خلاص بقى كده اهو، ده البوري تاني يوم انا خدته بقى كده ونشفته بعد اللي طلع منه. انا كنت حطاه بقى في الايه في المصفى، صفى كل السوائل اللي فيه، وايه وبقى بالشكل ده. معانا كده حوالي يعني نص كيلو من الملح النيلي اهو الخشن. ومعانا عشان انا مش عايزاه يملح على طول، عشان إيه اللي خلاص احنا لسه فاضل يعني شوية في رمضان. ومعانا الكركم، يعني معانا المكونين 2 بس، الكركم والملح. لو شطة بقى ولا دنكار ولا اي حاجة من الحاجات دي. وانا بعملها والوصفة دي مجربة كده. وننزل بالكركم كده على الملح، على الكمية كلها، يعني مش هتكسرنا حاجة. نحطهم بقى كده في بعض. بس طبعا يا جماعه ما شاء الله على الوصفه دي. واللي اول مره يشوف القناه بتاعتنا يا ريت ينزل يا جماعه يشترك معانا ويفعل زر الكل عشان يوصلوا كل جديد من قناتنا. كل سنه وانتم طيبين بقى، كل سنه وانتم طيبين، وكل عيد وانتم حلوه. اهو خلاص كده اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب السمكه كده معانا اهي. يا جماعه نحط بقى كده، نحط كده ايه في الخياشيم اهو. جبناها كلها بالطريقه دي يا جماعه، بتساعد في حفظ الايه الفسيخ. يعني في ناس كده بتحط جوه في البطن، بس انا قلت ايه لا، مش عشان يعني ايه. بصوا احنا هنعمل كل كميه وبعدين نشوف احنا ايه هنعملها ازاي، او نحفظها ازاي، ماشي اهي اهي. والتانية نفس الموضوع. ده انا كنت عاملاها مساج قبل التصوير. بصوا يا جماعه نعمل مساج هنا كده، نخلي ايه العظمه تحس ان ايه العظمه سايبه اللحم بتاع السمكه. تيجي تاكليها بقى كده تلاقيها زبده ان شاء الله اهو اهو. طبق صغير على البتاع بس عشان ايه هشوف بقى ايه طريقه التغذيه بتاعتي بقى ازاي. كل السمك بقى هنعمله بالطريقه دي اهو. والاخيره معانا اهي برضه. نخلي بالنا يكون اللحم سايب العظمه. تفرق كتير يعني لما بنيجي نجهز السمكه او نفتحها، وكمان بتفرق كتير كمان ايه في اللحم. مش بتبقى ناشفه بقى، لا بتساعد على ايه، على لونة السمك. بصوا احنا ايه كده خلاص اهو، ماشي. هنعمل ايه بقى تاني؟ هناخد الاول ايه، هنجيب كده ايه كيس زي دي كده بتاعه التلاجة عادي، وعلى حسب بقى ايه حجم السمك عندك هيبقى عامل ايه ازاي، ماشي معايا حبايبي. احنا هنفرش ايه، هو معانا وقت في رمضان وكده، انا مش عايزه السمك مش عايزه اكتر الملح عشان ايه ما يحدقش، ما يكونش حادق قوي يعني. اهو حطينا دي بقى كده براسها، وحطينا بقى ايه شويه الملح دول. هنعمل دي بقى العكس اهي. دي بقى كده بديلها، ندخلها بديلها، وبرده هنحط لها الملح. هنربط دي كده اهو، ونتاكد بقى برده اللي هو ما فيهوش اي هواء. ونعمل ايه بقى، ندخل بقى الكيس من الناحيه دي المره دي اهو. المره اللي فاتت كانت من الناحيه دي، فالمره دي ايه من الناحيه دي كده، ماشي اهو. التغليف مهم جدا يا جماعه، عشان احنا مش عايزين اي تهويه اهي. ربطنا ده بقى من هنا
كنا مدخلينها بقى المره اللي فاتت من هنا، يبقى المره دي بقى ايه زي ما اتفقنا من هنا. انت هتغلفيها بقى لو عندك استرتش راب هترتاحي بقى من ايه من كل ده. بس برضو في النهايه في اخر حاجه عايزه ايه تحطيها في كيس. خلاص بقى كده يا جماعه احنا خلصنا الايه تجهيز الفسيخ بتاعنا اهو ما شاء الله. شفنا كل الخطوات مع بعض. ما تنسيش بقى اللايك والكومنت. جربيه بالطريقه دي والله جميله جدا جدا. ان شاء الله بقى كده ايه هنفتحه بعد رمضان بعد العيد. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش بقى، بس استنوا لازم اقول لكم حاجه بقى كده قبل عندك بقى برطمان مغلق مقفول، عندك علبه، عندك اي حاجه بغطا كده تقفليها وتحطيها بقى ايه كده في فرن البوتاجاز في حته يعني ايه في حته بعيده عنك بقى. بس كل يوم لازم بقى هنعمل ايه هنقلبه بقى من الناحيه دي للناحيه دي كل يوم كده، او كل يومين بنقلب بقى من الناحيه دي للناحيه دي، بحيث اللي ايه هو بينزل سوائل، السوائل بقى ايه تبقى من فوق ومن تحت. ماشي. وفي نهايه الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومع السلامه.